جماعه احنا النهارده بقى هنتكلم عن ليسون 1 في الجيومتري في بريب 3 ثالثه اعدادي، اول درس في الجيومتري اللي هو بيتكلم عن التريجنومتريكال ريشيوز. طيب ايه التريجنومتريكال ريشيوز دول؟ اللي هم ثلاث حاجات وموجودين عندك في الاله، ثلاث زراير، زرار الساين والكوزين والتان. طيب المفروض ان انت تعرف تجيب ساين وكوزين وتان لانجل معروف المقاس بتاعها. يعني مثلا لو انا اديت لك اكزامبل هنا كده، مثلا لو انا قلت لك مثلا ساين 30، انت بتدوس على الاله على الزرار اللي اسمه ساين، بعد كده بتختار 30 تقول ايكوال، الاله بتقول لك هاف. طب مثلا لو انت عايز مثلا كوزين 30، هتدوس على زرار كوزين وتكتب على الكمبيوتر 30، الكمبيوتر هتقول لك روت 3 اوفر 2، وهكذا لكل الانجلز. بس احنا دلوقتي ده مش موضوعنا النهارده، احنا الموضوع دوت هنتكلم عليه في الفيديو اللي بعديه. عندك انجل بتبقى 30 وفي بتبقى 60 وفي بتبقى 45. الثلاثه دولت مسموح لك ممكن تعملهم بالكالكوليتر. احنا دلوقتي بقى بنتكلم لو الانجل دي اسمها سيتا. يعني ايه سيتا؟ يعني مش معروفه اي انجل. تعال نرجع هنا كده مع بعض. عايز التريجنومتريكال ريشيوز بتاعت ايه؟ اللي هي بقى ايه؟ اللي هم ثلاث حاجات، الساين والكوزين والايه؟ طب لمين بقى يا مستر؟ الانجل اسمها سيتا 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 او ايه؟ زي ما انا مسمي هنا ايه او بي او سي، المهم انجل مش معروف الميجر بتاعك هنا. تمام؟ طب لما نيجي هنا نشوف الاول القوانين بتاعت الساين والكوزين والتان، بيقول ان الساين بيبقى اوبوزيت اوفر هايبوتنس، الكوزين ادجيسنت اوفر هايبوتنس، التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت. لازم تحفظ القوانين زي ما انا حافظها غايبا كده. بيقول الساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس، الكوزين ادجيسنت اوفر هايبوتنس، التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت. طيب بعد ما بتحفظهم كده الساين والكوزين والتان، ايه اللي بيحصل بقى؟ السيتا دي اللي هي سواء كانت هنا او هنا على حسب موقعك. طب تعال ناخد مثلا اكزامبل. انا مثلا بقول ساين ايه، يبقى انت واقف عند الايه. فين الايه في الثلاثه دول؟ الايه اهي. لو انا واقف عند الايه هيبقى السايد اللي في وشي دوت اوبوزيت، ده هايبوتنس. اللي فوق ده يا جماعه ده مش بيغير اسمه، ده اسمه على طول ايه؟ ده على طول هايبوتنس، لان دوت اللي في وش الرايت ايه؟ انجل. انما الوضع بيختلف في ايه؟ ان انا لو واقف عند الايه بيبقى ده الاوبوزيت وده الادجيسنت. انما لو واقف عند السي بيبقى ده الاوبوزيت وده الادجيسنت. الاوبوزيت يعني اللي في وشي، والادجيسنت يعني اللي جنبي. فانت لو واقف عند السي هيبقى ده الاوبوزيت يعني ده اللي في وشك، وده الادجيسنت يعني ده اللي جنبيك. ده انت لو واقف عند السي هتشوف ده في وشك وده جنبك، يبقى ده اوبوزيت وده ادجيسنت. طب لو انت واقف عند يعني ده اوبوزيت، هكتب لك هنا ان دوت بيكون اوبوزيت وده اسمه ايه؟ بس كام دوت لما انت تكون واقف عند السي. عند السي. طب انت لما تقف عند الايه هيكون ده الاوبوزيت وده الادجيسنت. ده لو انت واقف عند مين؟ عند الايه. يبقى الحته دي حلوه هتفهمنا اهو. لو انت واقف عند السي ده اوبوزيت وده ادجيسنت. لو انت واقف عند الايه ده هو اللي اوبوزيت وده هو اللي ادجيسنت. طيب تعال نبص كده، خلينا الاول نبدا بالسي. لما اقول لك انا عايز ساين سي هتقول ساين مستر نبيل لنا الساين يعني اوبوزيت اوفر هايبوتنس. طيب فين الاوبوزيت؟ انت واقف عند مين؟ عند السي. فين السي؟ انا واقف عند السي اهو. المفروض ده اوبوزيت وده ادجيسنت وده هايبوتنس. فانت لو واقف عند السي يبقى ده الاوبوزيت اللي في وشك، يبقى هتقول 4 اوفر الهايبوتنس اللي هو 5. طب لو انت عايز تجيب كوزين سي، انت واقف عند السي، انا بتكلم عن السي اهو، واقف عند السي. لو انت واقف عند السي الكوزين بتقول لك ادجيسنت اوفر هايبوتنس، الكوزين يبقى تاخد ده اوفر ده، يبقى تقول 3 اوفر 5. التان بقى يا جماعه قال لك التان ما بتحبش الهايبوتنس. بص التان ما بتحبش مين؟ امال التان بتحب ايه؟ ما بتحبش الهايبوتنس. يعني انت واقف عند السي عايز تجيب تان، سيبك من الهايبوتنس ده خالص، تاخد اوبوزيت اوفر ادجيسنت، اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يعني اقول 4 اوفر 3. طب تعال نعكس، انت نقلت الحركه، بدل ما انت واقف عند السي رحت وقفت عند مين؟ الايه. الاسامي هتتغير. الهايبوتنس اسمه ما بيتغيرش، كده كده اسمه هايبوتنس حتى لو انت وقفت في اي حته. انت دلوقتي واقف عند الايه هيبقى دوت اسمه الاوبوزيت يعني اللي في وشك، وده اسمه الادجيسنت يعني اللي جنبيك. طب تعال نشوف لو عايزين نجيب ساين. يعني اتفقنا الساين انت واقف هنا اهو، انا هعمل دوريه عليه اهو. انت واقف هنا يبقى المفروض ده الاوبوزيت وده الايه؟ الادجيسنت. لو عايز ساين هتقول اوبوزيت اوفر هايبوتنس، اوبوزيت اوفر هايبوتنس يعني 3 اوفر 5. الكوزين adjacent over hypotenuse، adjacent over adjacent اللي هو 4 over 5.
لو عايز بقى التان، قلنا التان ما بتحبش الهايبوتنس، بتشطب عليه كده بتقول لك انا مش عايزاه، انا باخد اوبزيت اوفر ادجيسنت، اوبزيت اوفر ادجيسنت يعني اقول ايه؟ 3 اوفر 4. طب احنا طبعا لازم نحفظ القوانين، وبعد ما نحفظ القوانين نعرف سواء واقف عند السي ده اسمه اوبزيت وده اسمه ادجيسنت، لو واقف عند الايه الاسامي بتتعكس بيبقى ده هو الاوبزيت وده هو الادجيسنت، وكده كده الهايبوتنس ما بيغيرش اسمه. طب انا عايز احفظ القوانين بطريقه سهله، قلنا سهى كحت في وش تقى. احفظ الموضوع ده، سهى كحت في وش تقى، سهى اهي اس او اتش يعني سهى. ما هي الساين بتساوي اوبزيت اوفر هايبوتنس، يبقى سهى كحت، كحت بتتكتب ازاي؟ سي اي اتش اللي هي سي كانها كي، يبقى كحت. كحت في وش مين بقى؟ تقى، تقى اهي تي او اي اهي تي او اي، فنقول عليها سهى كحت في وش تقى لو انت عايز تحفظهم. بس لو انت بقى فهمتهم كتنفيذ اوكي، ده بالنسبه لي اهم انك تعرف تنفذهم. طيب بعد ما خلصنا القوانين عندنا اول اكزامبل النهارده اهو، بيقول لي بروف ذات، راسم لي رسمه ايسوسيلس تراينجل، وايسوسيلس يعني ده قد ايه؟ قد ده، عارفين يعني ايه مصطلح ايسوسيلس؟ ايسوسيلس تراينجل. ايسوسيلس تراينجل يعني في اثنين سايد قد بعض. انا هنا ملاحظ ان الاي بي ايكوال اي سي، هو اوقات بيجيب رسمه مرسومه واوقات بيجيبها مكتوبه، خد بالك الرسمه دي والرسمه دي بيجوا في الامتحان بتاع نص السنه. هو لو رسم لي ترينجل كده او كتب لي ترينجل قال لي اي بي سي ايسوسيلس ترينجل، الاي بي ايكوال اي سي ايكوال 10 سم والبي سي ايكوال 16، انا برسمها انا بنفسي. طيب بعد ما رسمتها بقى هو طالب مني ايه؟ بيقول لي بروف ان ساين سكوير سي بلس كوزين سكوير سي ايكوال 1، بروف ان ساين سي بي بلس كوزين سي مور ذان 1. اثبت دوت واثبت ده. طب تعالوا نشتغل. اول حاجه هتفق معاك فيها انك اول ما تشوف ايسوسيلس ترينجل لازم تنزل خط في النص كده يكون بيربنديكولار على ده. يبقى انا بعمل حاجه اسمها كونستراكشن تساعدني في الحل. بروح اعمل خط كده. دي اول حاجه يا جماعه مهمه جدا، من غيرها مش هنعرف نحل. بنعمل كونستراكشن كده ونعمل دي رايت انجل كده. طب الترينجل اسمه اي بي سي، ممكن نسمي الحرف ده دي. طيب الكونستراكشن انت عملته دوت قسم لك المساله اتنين تراينجل فيهم رايت انجل، يعني طالما الاثنين دول فيهم رايت انجل يبقى انا ينفع اطبق عليهم بايثاغورس ثيرم اللي انا شرحتها من شويه وينفع اطبق عليهم قوانين بقى الساين والكوزين والتان يبقى العمل ده او الكونستراكشن او الهنت اللي انا عملته ده عشان اقدر استخدم بايثاغورس وعشان اقدر اعرف مين اوبزيت ومين ادجيسنت ومين هايبوتنس. طب انا عملت ده كده، الخط اللي انت عملته دوت واحد بيسالني سؤال بيقول لي يا مستر هي كل حته هنا تبقى بكام؟ هقول له مش دوت 16 لما تتقسم على الاثنين يبقى دوت 8 سم وده 8 سم. طيب لو انت حضرتك مسكت المثلث اللي على اليمين ده او المثلث اللي على الشمال ده هتلاقي دوت 10 وده 8، تعرف تجيب الاي دي؟ انا هكتب الاي دي اهو هنا في الجنب. الاي دي عشان اجيبها في المثلث ده هل هي الهايبوتنس ولا هي واحد من الصغيرين؟ هي واحد من الصغيرين. الهايبوتنس هو لان الرايت انجل هي ده كده الكبير، يبقى لما احب اجيب ده اعمل لدولات ماينس، يعني اقول 10 ماينس 8 وما انساش احط باور 2 باور 2 سكوير روت هتطلع لي ب 6 سم. يبقى كده اكتب على دوت ان هو 6 ايه؟ انا كده ظبطت المثلثين بتوعي. حاجه بص هنا بقى، هو عايز ساين سي. طب يا مستر ايه باور 2 دي؟ سيبك منها دلوقتي، مش هو عايز ساين سي؟ تعال نشوف هنعمل ايه في الساين سي. الساين سي يعني كان انت واقف عند السي، انا واقف هنا. اسال نفسك سؤال، لما تقف هنا ده اسمه اوبوزيت وده اسمه ادجيسنت وده اسمه هايبوتنس. لما يقول انا عايز ساين سي، يا جماعه الساين بتحب دايما تاخد اللي في وشها اللي هو الاوبوزيت، انما الكوزين بتحب تاخد اللي جنبها. يبقى الساين بتحب دايما اللي في وشها والكوزين بتحب تاخد اللي ايه؟ اللي لازق فيها. الساين بتحب اللي في وشها، الكوزين بتحب اللي لازق فيها. طب انا عندي هنا دي ايه؟ انت واقف عند السي. طب اشمعنى السي؟ عشان قايل ساين سي. عايز بقى ساين يبقى تاخد اللي في وشها مع الهايبوتنس، يعني تقول 6 اوفر، يبقى اكتب تحتها كده 6 اوفر 10. يا مستر ايه موضوع باور 2 ده؟ هتحط على الكالكوليتر كده تعمل عليها قوسين باور 2 وبعد كده بلس كوزين سي. ايه ده انت واقف عند السي برضو؟ عايز تجيب كوزين. كوزين بقى يعني مين؟ adjacent over hypotenuse. adjacent over يعني هتقول 8 over 10 وبرضه عليها باور 2. طيب لما نحط على الكالكوليتر دوت باور 2 بلس ده باور 2 وتحسبها على الكالكوليتر، الكالكوليتر تقول لك ان دوت ايكوالز 1. يبقى انت كده اثبتت له اول حاجه ان ده بلس ده ايكوال 1. لا عايز تعملها خطوه خطوه هتفك دي بالكالكوليتر، الكالكوليتر تقول لك 36 over 100 او 0.36، دي هتبقى 64 over 100 او 0.64. هتعمل دوت بلس ده بالكالكوليتر يطلع ب 1. عايز تعملها مره واحده على الكالكوليتر ب 1 خلاص كده. الاكزامبل الثاني على نفس المساله دي بيقول لي بروف ايه بقى؟ هو طبعا هنا كان طالب بروف
اثبت ايه؟ ان ده بلس ده ايكوال 1. هنا بيقول لك اثبت ان ده بلس ده اكبر من ال1. طب تعال نشوف ساين بي، يبقى معنى كده انه عايزك تقف عند البي وتجيب لها ساين. يبقى احنا كده يا جماعه نقلنا من المثلث ده، احنا في اول واحده خبينا المثلث ده واشتغلنا على اليمين، لا هنا بقى خبي المثلث اللي على اليمين واشتغل على الشمال. انت دلوقتي واقف عند البي، يبقى كان ده مش موجود. نقول الاسامي، لو انا واقف عند البي يبقى ده اسمه اوبوزيت وده اسمه ادجيسنت وده اسمه هايبوتنس. طب لما قال لي ساين، احنا اتفقنا الساين بتحب تشوف الاوبوزيت الاول. هو عايز ساين بي، يبقى انت تقف عند البي وتقول ساين دي، يبقى عايزه تشوف الايه؟ الاوبوزيت. يبقى الساين دايما بتحب تشوف مين؟ انما الكوزين بتحب تشوف مين؟ ادجيسنت. طب لما قال لي ساين بي يبقى تقف عند البي وتشوف مين اللي في وشها. وقفت عند البي، مين اللي في وشها؟ ال6. طب واحط تحتيها كام بقى؟ الهايبوتنس اللي هو 10. طب يا مستر نحط عليهم قوسين وباور 2؟ لا، هنا كان في سكوير، هنا مفيش سكوير. طب بلس ايه بقى؟ كوزين سي، هتقف عند ايه؟ هو عايز هنا كوزين سي، هتقف حضرتك عند السي. انا وقفت عند السي وهتقول مستر اللي قال لي كوزين يعني ادجيسنت. انت واقف عند السي عايز كوزين، انت واقف عند السي ده اوبوزيت وده هايبوتنس وده ادجيسنت، اوبوزيت وادجيسنت. الكوزين بتحب الادجيسنت، يعني تاخد 8 اوفر 10 وبعد كده تحسب دولت بالكالكوليتر. لو معاك كالكوليتر اعمل كده، دوت بلس دوت هيطلع كام؟ هتلاقي تطلع 1.4. طب مش ال 1.4 دوت اكبر من ال 1؟ خلاص يبقى انا كده اثبتت الحته دي. خلصنا الاكزامبل ده. اكزامبل تاني بسرعه. لا قلنا لما نشوف تراينجل ايسوسيلس بننزل في النص كده بخط عشان نكون رايت انجل تراينجل. طب هنا شايف بقى ترابيزيوم، ده اسمه ايه يا شباب؟ دوت اسمه ترابيزيوم، وقلنا عليه ترابيزويد. طب ايه الترابيزيوم والترابيزويد؟ اللي هو بيبقى مرسوم كده، بس الترابيزيوم فيه منه نوع مميز جدا اللي هو اسمه ايسوسيلس برضه. ايسوسيلس. بصوا كده يا جماعه معايا، ده كده الترابيزيوم، بس ده اسمه ايسوسيلس ترابيزيوم. طب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نكون رايت انجل ترينجل، يبقى تنزل بيربنديكولار كده وبيربنديكولار كده، يعني هنعمل مرتين بقى مش مره واحده. هروح نازل خط كده بالقلم الرصاص بتاعي، بس احاول انزل بحيث ان انا اكون رايت ايه؟ انجل، وبرضه انزل هنا بحيث ان انا اكون رايت ايه؟ لازم تكون رايت انجل، لان بايثاغورس مش بتنفع غير في الرايت انجل. وبرده ساين وكوزين وتان اللي هو الدرس بتاعنا مش بينفع غير لما يكون في رايت ايه. طيب بعد ما بعمل كده ايه اللي بيحصل؟ ده مقاسه 5 سم، يبقى الحته اللي تحت دي 5 ايه؟ اللي هي ماسكه من اول هنا لحد هنا اهو. انا عاملها لك بالقلم بتاع السبوره اهو. المفروض الجزء ده قد الجزء ده. طب الجزء دوت كام؟ ده 5 سم، يبقى ده 5 سم ايه؟ بعد كده ترجع تقول 5 والمسافه المفروض دي كلها 11، يبقى ال 11 لما نشيل منهم 5 هيتبقى كام؟ ال 11 لما نشيل منهم 5 هيتبقى 6. ال 6 المفروض بتاعت الجزئين دول، وطالما هو ايسوسيلس ترابيزيوم يبقى الحتتين دول قد بعض، يبقى المفروض ان دي ب 3. خد بالك اهم من الشغل تظبيط الشغل، انا بظبط الشغل عشان اعرف اشتغل. قلت ده كله 5 يبقى ده 5، ال 5 لما اشيلهم من 11 يتبقى 6، هتتقسم على الجزئين دول يبقى ده ياخد 3 سم وده 3 سم، 3 سم و3، يبقى كده ال 11 كلهم انا قسمتهم اهو. بعد كده بقى هتلاقي نفسك في مشكله، انك لو حبيت تشتغل على المثلث ده او على المثلث ده لازم تكون عارف السايد التالت دوت بكام. طب احنا هنقول مثلا ده اسمه اي بي سي دي، ممكن نسمي مثلا دي اكس ودي واي. التسميات دي براحتك انت، او تسميهم اي ودي مش هتفرق يعني. طيب المهم انا عايز اعرف الاي اكس بكام او الدي واي بكام. خد بالك الاثنين زي بعض، ما اعرفش دي بكام يبقى دي بكام، لان الشكل اللي في النص ده شكل ريكتانجل. طب اجيب دي ازاي او دي ازاي؟ من بايثاغورس اللي احنا شرحناه قبل كده. هتسال نفسك انت عايز تجيب الدي واي مثلا اهو، هقول الدي واي ايكوال، واقول عم نبيل قال لي شوف دوت اكبر واحد ولا ده واحد من الصغيرين. الدي واي اهو، انت دي رايت انجل صح؟ طالما دي رايت انجل يبقى ده الهايبوتنس اكبر واحد، يبقى ده يعتبر واحد من الصغيرين. لما تحب تجيب دوت بكام هتعمل الرقمين دولت ماينس، هتقول انا هعمل 5 ماينس 3، بس ما انساش هنا باور 2 باور 2 واحط عليهم سكوير روت هتطلع ب 4، اقوم اكتب هنا ان دي 4 سم وان دي 4 سم. انا كده ظبطت المساله. هو بقى بيقول لي بروف ذات اثبت ان كوزين دي سي بي ماينس 10 اي سي بي ايكوال 1 اوفر 5. سيبك من ايه 1 اوفر 5، تعال نحلها كان انا ما اعرفش ده بكام.
تعال نشوف هو عايز كوزاين. احنا قلنا كوزاين بتحب مين؟ قال لك كوزاين بتحب الادجيسنت. طب والتان ما بتحبش الهايبوتنس. طيب هو عايز كوزاين لمين؟ دي سي بي. لما يقول دي سي بي يبقى يقصد السي. طب تعال ندور كده فين دي سي بي؟ ادي دي سي بي. دي سي بي يعني يقصد السي اللي هي دي. طب تعال نقف عند السي كده ونقول مستر نبيل قال لنا الكوزاين بتحب تشوف مين؟ الكوزاين بتحب تشوف الادجيسنت هو الاول. فطالما كوزاين ده اسمه اوبوزيت وده اسمه ادجيسنت وده اسمه هايبوتنس. كوزاين بتحب مين؟ الادجيسنت اللي هو 3 يبقى دوت 3 وتحت منها كام؟ الهايبوتنس اللي هو 5. وبقى هقول ماينس. ماينس ايه بقى؟ تان اي سي بي. فين اي سي بي؟ اي سي بي. اي سي بي. ثانية عشان ممكن يبقى في غلطة في السؤال ده. هي مش اي سي بي. افتح الباب بقى. بتاع بيهزر. بس في خطأ هنا في السؤال ده ان احنا عملنا تعديل. هنعمل تعديل، التعديل الجديد اهو. هو عايز ايه؟ بروف ذات ان كوزاين دي سي بي ماينس كوزاين اي بي سي ايكوال 0. طيب اول حاجه الكوزاين هنقف عند السين. الكوزاين يعني مين اوفر مين؟ الادجيسنت اوفر الهايبوتنس يعني 3 اوفر 5. اوكي؟ طيب ماينس كوزاين اي بي سي يعني عايز البي. البي اهي. لو انت واقف عند البي وعايز تجيب كوزاين بقى، كوزاين برضه يعني ادجيسنت اوفر هايبوتنس يعني 3 اوفر ايه؟ 3 اوفر 5. طب بيقول لك اثبت ان ده ماينس دوت ايكوال 0. طب ما هنحط ده على الكالكوليتر هيطلع الاجابه ايه؟ 0. وكده يبقى احنا خلصنا الليسون الاولاني، ليسون 1. ثانك يو. استناني في الفيديو اللي بعده.